السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اكلة سمع من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. النهاردة فيديو طالع ترند من محلات بلبن لحد ما وصل عندنا اكلة سمع. هنعمل النهاردة الترند الجديد من بلبن، بس طبعا زي ما عودتكم بطريقة سمع. هنعمل البمبوزة بطريقة اكل السمع. يلا نبدأ بمكوناتنا وبطريقة التحضير. ومكوناتنا عبارة عن فواكه: تفاح، موز، مانجا وعصير مانجا. عندنا كريم شانتيه. دي مكوناتنا النهاردة اللي هنعمل بيها البمبوزة من افخم محلات بلبن. هنعمل البمبوزة بطريقتي الخاصة. يلا نبدأ في طريقة التحضير. اول حاجة انا جبت التفاح وقطعته هو الموز والمانجا لقطع مربعات بالشكل ده. هجيب عندي بولة فاضية، هنزل بالفواكه كلها بالشكل ده، والموز كمان هننزل بالموز والتفاح والمانجا بالشكل ده كده، وهننزل كمان عليهم بعصير المانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ده عصير المانجا، هنقلبه على الفواكه بتاعتنا بالشكل ده. هنغرق الفواكه بتاعتنا في العصير بالطريقة دي. بعد ما حطيت الفواكه وعليها عصير المانجا بالشكل ده، هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. هنركنها على جنب ونيجي نعمل الكريم شانتيه الخام. فاضي، وهنزل ب3 معالق كبار سكر بالشكل ده، كوبايه ونص كريم شانتيه خام. طبعا الكريمه الاصليه فيها زبادي يوناني وكريمه لباني، بس انا زي ما عودتكم في مطبخ سما ان احنا بنعمل مقاديرنا في متناول الجميع وعلى قد الايد. بعد ما حطيت السكر والكريم شانتيه الخام هنحط ميه ساقعه. هنزل بنص كوبايه ميه ساقعه وهخفق الكريمه لحد ما يتضاعف حجمها معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خلصت الكريمه يا حبايبي وعملتها بالشكل ده خفقتها، هنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده وهي التركايه اللي انا يعني اختلفت عنها شويه عن بلبن. انا جبت العلب دي، طبعا العلب دي كانت عندي او ممكن تشتريها من اي ملتزمات من بتوع الحلويات. اوكي، انا قلت هعمل طبقه رز بلبن. عملت طبقه رز بلبن، شايفين مفيش سمك حاجة يعني سنتي. هيديها طعم وهيوديكي في حتة تانية خالص وانت بتاكليها. انا جهزت الاطباق بتاعتي بالطريقة دي، العلب، وحطيت فيها الرز بلبن. وانا عاملة طريقة الرز بلبن قبل كده، هنزل لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. يلا نحط بقى الطبقة التانية وهي طبقة الفواكه. هاخد العلب بتاعتنا بقى واحط فيها الفواكه بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لو بتشوفيني لاول مرة وبتتابعيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. هنزل كده على كل العلب بالفواكه وعصير المانجا. خطيرة دي، تشتريها من بره وممكن تعمليها باقل التكاليف واحسن واضمن كتير بالشكل ده. بعد ما حطيت الفاكهه بعصير المانجا حبايبي في العلبه بتاعتنا كده على الرز واللبن، هنحط بقى الكريمه، طبقه الكريمه اللي بيعملوها كريمه فيها زبادي يوناني وكريم شانتيه وايه كمان وكريمه لباني. تمام، انا هحط الكريمه، هكتفي بالكريم شانتيه خالص. تمام، وانتوا لو متاح عندكم ان انتوا تحطوا زبادي يوناني، تحطوا كريمه لباني، دي حاجه ترجع لكم وبراحتكم خالص.
هخلص العلب اللي معايا كلها واحط عليها الكريمه بالشكل ده كده على الطبقه من فوق كده. الجو حر جدا والكريمه سبتها بالشكل ده. هوزع كل الكريمه وارجع لكم. وبعد ما خلصت الكريمه يا حبايبي، بعد ما حطيتها على العلب، شايفين ما شاء الله العلبه عامله ازاي؟ خطيره حلوه قوي. بعد ما حطيت الكريم شانتيه كده على الفواكه، هنيجي للخطوه اللي بعد كده. بعد ما حطينا الكريمه يا حبايبي، هنيجي بقى نحط الايس كريم على كل واحده، كل علبه ايس كريم كده. بصوا بالشكل ده ايس كريم فراوله، ايس كريم فانيليا، اللي انتوا حابينه المتوفر عندكم اعملوه. انا ما بحبش ان انتوا تكلفوا نفسكم قوي، اعملي كل اللي انت حباه. ده ايس كريم بالفراوله حطيت منه بالشكل ده، طعمه لذيذ اصلا ايس كريم ده بالشكل ده. بعد ما حطينا بقى الايس كريم، حط مانجا. بصوا بقى، انا مش هحط صوصات، بس شوكولاته ولا صوص مثلا كراميل ولا الكلام الفاضي ده. انا بصراحه مش هحط. تمام، اللي حابب يحط. انا مش هحط صوصات خالص، لانه عندي لو حطيت صوصات مش هيتاكل بصراحه، يعني مش هيحبوا، هما مش حابين الصوص عليه، حابين المانجا كده بالايس كريم عليه وبس. المانجا وايس كريم وخلاص. ثم تحط لو عندك مكسرات، حط مكسرات برضو جميل جدا، مكسرات حلوه. انا بصراحه انا عملت البمبوزه بطريقه بسيطه وسهله ومش مكلفه خالص، زي ما انا دايما معوداكم في مطبخ اكل السما، ان مفيش حاجه تبقى مكلفه علشان كل واحد يقدر يعملها. انتوا عارفين امكانيات الحاجه غاليه، فبدل ما تروحي تشتريها اعمليها وبقلل الامكانيات، وطعم جنان جدا. شايفين كده؟ بسم الله ما شاء الله. دي البمبوزه بتاعتنا من مطبخ اكل السما. البمبوزه بطريقه بسيطه وسهله ومكونات على قد الايد. كنتم في اكل السما، من الاكل كله بيتي وسهل ولذيذ وعلى قد الايد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.